السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ النهاردة دي محاضرة 9 في اوتوكاد 2022. النهاردة عايز أبدأ أعمل سيكشن. لو أنا قطعت المنشأ ده من النص من هنا كده، عايز أبدأ أعمل سيكشن. طيب السيكشن عشان أعمله هندسة هقول له عايز أعمل اكس ال خط غير معلوم البداية والنهاية، تمام. وبعدين هقول له برضه عايز أعمل اكس ال يكون عمودي عليه من هنا، وكذلك يكون عمودي عليه من هنا. وبعدين يا هندسة هتقول له فيلت لللاين ده مع اللاين ده، وكذلك هاخد فيلت لللاين ده مع اللاين ده. طيب وبعدين يا هندسة عايز اعمل لاين يكون هنا كده عمودي، وكذلك هنا كده يكون عمودي عشان اعمل ترم للجزء اللي باقي ده. تمام كده، تمام. طيب انا لسه محتاج الخط ده؟ لا، انا ما عدتش محتاجه. وبعدين يا هندسة هتعمل له اريز، وبعدين اقول له عايز اعمل بي او ال بلوجن، واقول له عايزه مثلث ثلاثي الاضلاع. تمام. وبعدين عملت المثلث، خد منه كوبي لتحت بالشكل ده كده. فبقى عندي السكشن بتاعي AA. تمام. عايز اخد بقى المنشأ بتاعي ده كله، وبعدين ابدأ اقص فيه الاجزاء اللي انا مش محتاجها دي عشان انا هعرف اشوف ايه. تمام. هقول له عايز اخد كوبي واحدد لي المنشأ بتاعي كله، واختاره من اي مكان هنا كده، واتحرك في الاتجاه ده كده، واقول له مثلا تمام. تمام. هندسة انت محتاج تشوف ايه؟ او انت عايز الجزء ده كله ولا مش عايزه؟ انا قاطع هنا يا هندسة، يعني معنى ذلك ان انا مش هشوف الجزء ده. فابدأ اعمل اريز وترم وانضف الشكل بتاعي. تمام. لحد ما اقف عند الجزء اللي انا هشوفه بس. تمام. فهبدأ امسح الكلام ده كله كده. تمام. الباب ده برضو مش هيكون ظاهر معايا، او هيكون ظاهر معايا بالنسبة للحيطة ديت الفريم بتاعه. تمام. وبعدين نمسح الدايمنشن دي. عايز اعمل يا هندسة ترم للجزء بتاع السلم ده عشان انا هشوف الجزء ده بس، الجزء ده المفروض انه مش معايا، فاقول له ترم. وبعدين اخد خط بالطول كده، وبعدين ابدأ امسح الاجزاء دي كلها. طيب انت كده هندسة عملت سيكشن، ده الجزء بتاع الشباك. تمام. انت كده هندسة عملت سيكشن، فقطعت في الحيطة دي. تمام. وقطعت في الحيطة دي. عايز ابدأ انفذ الكلام ده او اشوف الكلام ده هيكون في الواجهة المعمارية او السيكشن المعماري بتاعي يبقى عامل ازاي. هقول له هندسة اعمل له روتيت. عملت سيلكشن ليه. تمام. وبعدين هقول له 90 من الكيبورد سبيس. تمام كده، تمام. طيب احنا زي ما رسمنا الواجهة المعمارية هنبدأ نرسم هنا في السكشن. طيب هروح اقف على اللاير بتاعة الاكسترنال وول، وبعدين اقول له عايز اعمل اكس ال، وبعدين اقول له عايز اعمل منه اوفست 325 اللي هو ارتفاع الدور بتاعي. تمام كده، تمام. طب هندسة لو انا واقف هنا، اول حاجة هشوفها ايه؟ هشوف الحدود بتاعة الحيطة دي. فاقول له انا عايز اعمل ري خط شعاعي من هنا، من اول الحيطة وهنزل لتحت، وبعدين اخر الحيطة وانزل لتحت. افضل ماشي كده هندسة لحد ما الاقي هنا ايه؟ نهاية الحيطة بتاعتي، وبداية ونهاية الباب بتاعي، وكذلك اللاين اللي هو نهاية الحيطة. وبعدين ده اللاين اللي هو بداية الحيطة دي، واللاين ده بداية الباب ونهاية الباب. لو بصيت ده بالنسبة لي كله هندسة حيطة واحدة. تمام. طيب والحيطة دي برضو نفس القصة بالنسبة للجدار ده، هنزل له الإسقاطات بتاعته. ثم هقول له ريكتانجلر يا هندسة، برضو من هنا كده لهنا. تاني هقول له ريكتانجلر من هنا الجزء ده للجزء ده. تمام. طيب انت عايز الاجزاء دي كلها هندسه، انا ما عادش عايز الكلام ده، فهقول له اريز. طيب واللي فوق هقول له تريم، وتحت هنا هقول له تريم. تمام كده هندسه، تمام. طيب انت في البدايه هندسه عايز تقول ايه؟ هندسه مش احنا اتفقنا ان كان بره المنشأ هنا الفرق ما بينها وما بين جوه المنشأ حوالي في حدود المتر؟ طيب يعني معنى ذلك ان انا هيكون عندي في حدود الخمس سلالم، وبعدين البلاطه بتاعه المدخل بتاعي، صح كده؟ طيب هقول له من هنا هندسه انا عايز اعمل اكسبلود بالشكل ده، وبعدين اقول له عايز اعمل اوفست 75 لتحت. تمام كده. عشان تعمل ايه يا هندسة؟ عشان ابدأ ارسم السلم بتاعي الخارجي، مش اللي جوه ده كمان، لا، عايز ارسم السلم بتاعي الخارجي. فاقول له هندسة انا عايز انزل الاسقاطات بتاعة السلم. فاروح اقف على اللاير بتاع الستير، وبعدين اقول له عايز اعمل خط شعاعي
من اول لاين في السلم، وبعدين اخده كوبي من هنا كده لباقي درجات السلم بتاعي. تمام كده. طيب وهنا هندسة احنا المفروض الحيطة دي او الجدار ده هيكون ممتد على استقامته، لان دي المدخل بتاع الباب، المدخل بتاع المبنى بتاعي. فاقول له اي اكس. طب احنا عملنا القصة دي ليه يا هندسة؟ لان المفروض في هنا عتب للباب، او في هنا هشوف الباب من هنا. تمام، بس الباب بتاعي منسوبه مع دخلة السلم. طب وبعدين يا هندسة هقول له من هنا كده عايز اعمل بي ال بولي لاين. ارتفاع السلمة قلنا 15، والعرض بتاعها قلنا 30. هو العرض اصلا هو ثابت. تمام، فعايز دي تكون عمودي كده. طيب ركز معايا في الجزء ده كده يا هندسة، في حاجة اسمها انف السلمة. هقول له من هنا بي ال بيكون ظاهر كده 2 سنتي، وانزل لتحت 2 سنتي، بيكون عبارة عن مربع 2 في 2. تمام. طيب خد بقى هندسة ده وده مع بعض كوبي، وبعدين ابدأ كرره بقى كده يا هندسة. ادي 1 2 3 وهكذا لحد ما اخلص الجزء ده. طيب انت لسه محتاج الكلام ده هندسة؟ انا ما عدتش محتاج الكلام ده. انا ممكن اقول له ايه، ترم للاجزاء دي، ترم للاجزاء دي. تمام، وبعدين عايز ارسم لاين يا هندسة من هنا كده لهنا كده. تمام، وبعدين اقول له اوفست 25 اللي هو سمك البلاطة، وبعدين امسح اللاين اللي انت رسمته ده يا هندسة. تمام كده. تمام. طيب من هنا لهنا برضه هي هيبقى نفس سمك البلاطة اللي هو ال 25. فاقول له اوفست من هنا كده 25، وبعدين فلت للجزء ده مع الجزء ده. طيب وبعدين يا هندسة اقفل ده كده يا هندسة، عشان السلم بتاعي يكون الحدود بتاعته باينة. هعمل نقل خصائص من اللاير بتاع السلم لللاير بتاع الاكسترنال وول، وبعدين اقول له ترم للجزء ده، ترم للجزء ده. طيب هندسة انت كده رسمت ال5 درجات للسلم. تمام، اللي هما في المدخل. طيب المسافة دي قد ايه يا هندسة؟ قلنا ارتفاع الدور ده 325. لما اقسمه على ال20، ما احنا قلنا القلبة بتاعتي 10 والقلبة العكسية كلها 10، فلما اقسم ال 325 على ال20 يطلع لي ان ارتفاع السلمة بتاعتي 16 وربع. فاقول له عايز اعمل بي ال، واطلع من هنا كده 16.25، وبعدين اخد الاتجاه اللي هو ال30 بتاعي، وبعدين ارسم الانف برضو بتاع السلم. فقلنا الانف بتاع السلمة ده كام؟ 2 في 2. وبعدين خد بقى هندسة كوبي من هنا كده وانت طالع لحد ما اكمل عدد درجات السلم بتاعتي. تمام كده. طيب وبعدين عايز لاين من هنا كده هندسة. تمام، وبعدين قول له اوفست كام؟ 25 لتحت، وهرسم لاين برضو من هنا كده لما لهنا، وبعدين اقول له اوفست برضو 25 عشان يديني سمك البلاطة بتاع السلم بتاعي. طيب اللاين ده انا برضو ما عدتش محتاج، وبعدين اقول له فيلت اللاين ده مع اللاين ده. تمام، وعايز اعمل ترم ليه الجزء ده والجزء ده، وانضف السلم بتاعي من جوه. تمام هندسة، انت كده يعتبر خلصت السلم. اعمل اريز لللاينز دي كده كلها، وبعدين قول له انا عايز اخد السلم نفسه بره كوبي. فاخد الجزء ده كده كوبي. تمام، وبعدين اعمل له ميرور يا هندسة. اقول له ام اي، وبعدين سيلكت ليه، وبعدين قول له عايز اعمل حوالينه، واقول له مثلا انا مش عايز امسح القديم. وبعدين يا هندسة خد منه كوبي تاني من هنا كده. تمام، وحطه فين يا هندسة؟ من هنا كده. تمام. طيب مد بقى الخط ده كده على استقامته اللي هو اي اكس، وده برضو على استقامته. ليه يا هندسة؟ عشان لما تيجي تعمل الهاتش يا هندسة يكون الشكل بالنسبة لك شكله مغلق. طيب هندسة انت قلت لنا ان الارتفاع الباب من هنا هيكون مع نفس منسوب الدرج، صح كده؟ هقول لك صح. روح يا هندسة على اللاير الاكسترنال وول، وبعدين
قول له عايز اعمل لاين من هنا كده اللي هو نهاية البلاطة. وبعدين يا هندسة انت هتشوف من هنا كده اللاين بتاع او الدور بتاعي عبارة عن 3 خطوط، اللي هو اللاين اللي في النص. فاقول له عايز اعمل لاين من المنتصف من هنا من الميد بوينت، تمام. واقول له عايز اعمل له اوفست 5 سنتي يمين و5 سنتي شمال اللي هما السمك بتاع الباب. طيب ده اللي يديني انديكيشن ان انا شفت الباب بتاعي من العرض بتاعه اللي هو السمك بتاعه، تمام كده. هندسة عايزين نعمل البابين بتوع البابين اللي موجودين عندي. فهشوف بداية الباب من هنا عشان الخط ما يتمسح معايا، فاقول له ري من هنا كده وانزل، تمام. وبعدين هقول له عايز اعمل اوفست يكون 100 من السقف من هنا وانزل تحت. اقول له عايز اعمل باوندري بي او. عايز تعمل باوندري ليه يا هندسة؟ فاقول له ليه الجزء ده كده اللي هو مكان الباب، والجزء ده كده مكان الباب سبيس. طب وبعدين اقول له بقى ايه، اعمل اريز لللاين ده واريز لللاين ده، تمام كده. طيب باقي لي يا هندسة اتجاه فتح الباب. الباب هنا فاتح منين؟ من الشمال لليمين، تمام. فاقول له عايز اعمل لاين ابين فيه اتجاه فتحة الباب. هجيب لاين من الاند بوينت للميد بوينت للاند بوينت كده، يديني الانديكيشن بتاع اتجاه فتحة الباب، تمام كده. طيب عايز ابدا يا هندسة اعمل حاجتين مهمين. الحاجة الاولانية الجدار ده هيبان لي كده هيفضل كده؟ لا، هيبان يا هندسة بنفس الهاتش اللي موجود هنا. طيب احنا فاكرين الهاتش كنا بنقول ان احنا هنعمل من جوه اوفست 10 ومن هنا اوفست 5، وكنا بنعمل العازل اوفست 2، تمام. وبعدين قول له بقى هندسة انا عايز اقف على اللاير بتاعت الهاتش الاول. طيب عايز اعمل هنا لاين وبعدين اخد منه نقل خصائص ماتش بروبرتيز من هنا كده لمجموعة اللاينز بتاعت الهاتش دي، تمام كده. تمام انا ما عادش محتاج الخط ده في حاجة. وبعدين قول له هاتش وبعدين ليفت كليك في المكان اللي انت عايز تعمل هاتش فيه سبيس، وبعدين هاتش وليفت كليك وسبيس، وبعدين هاتش ليفت كليك وسبيس، وكذلك اخر جزء ده. طب هندسة انت كده عملتهم كلهم متشابهين. اقول لك هندسة اطلع فوق هنا خد نقل خصائص من كل جزء في الجدار. فاقول له ام ايه من الجزء ده كده لأول جزء، وبعدين اقول له سبيس ليفت كليك عليه، وبعدين غير السكيل بتاعه قول له مثلا 25، تمام. طيب اللي بعده هقول له عايز اخد ماتش بروبرتيز من الهاتش اللي بعده اللي هو ده، تمام، للجزء ده كده، تمام. وبعدين هقول له عايز اغير السكيل بتاعه ولنفترض مثلا اخليه 10، تمام. وبعدين اقول له close edit hatch. طيب واللي بعده هبدأ برضو نفس القصة اخد منه نقل خصائص بتاع الهاتش ده اللي هو السوليد، حلو، للجزء اللي هو ده اللي هو العازل، تمام. طيب وبعدين ابدأ اخد هندسة تاني من نقل خصائص من الجزء بتاع الجدار ده للجزء بتاع الجدار ده كده. طيب هندسة الجزء بتاع الجدار ده السكيل بتاعه مش مظبوط، فاقول له مثلا خليه 25، تمام. واقول له كلوز ايديت هاتش. كده الهاتش بتاعي ظهر لي بالنسبة للجدار وانا قاطع فيه، تمام. طيب هندسة فاكر اما قلنا في حاجة اسمها الهاندريل؟ هقول له هندسة انا عايز اقف على اللاير بتاعة الستيرز، وبعدين الهاندريل الارتفاع بتاعه بيكون كام؟ 90، تمام. فهعمل لاين 90 وبعدين اقول له اوفست 5 سنتي، وبعدين اقول له عايز اخد منه كوبي من تحت من هنا كده للميد بوينت هنا، وبعدين وصل ما بينهم هندسة بلاين، وبرضو اعمل له اوفست 5 سنتي، وبعدين اعمل فيلت للجزء ده مع الجزء ده والجزء ده مع الجزء ده، تمام كده. تمام هندسة هستأذنك خد ده كوبي كده بره، تمام. طيب هي المسافة بتبقى فاضية من هنا لهنا كده هندسة؟ لا، هقول لك ان ده هاخد كوبي من البرمق ده كده، تمام. وهحط كل سلمتين هحط على السلمة التالتة المسافة ما بين البرمق والبرمق يا هندسة
ماكسيمم ما يعني ماكسيمم 120، ما تزيدش عن ال 120. يعني تبقى اقل من 120 تمام، انما اعلى من 120 لا. تمام، فهسيب سلمتين واحط على التالتة، سيب سلمتين واحط على التالتة. تمام كده. طيب عايز اعمل الكلام ده بالنسبة للجزء اللي طالع ده، فاقول له عايز اعمل ام اي ميرور للجزء ده كده. تمام، وبعدين هختار له تو لاينز دول. تمام، واقول له مثلا انا عايز امسح الجزء الاولاني ده، وبعدين اقول له هاخد كوبي من الجزء ده من هنا، تمام، للسلمة بتاعتي مثلا من هنا كده. تمام، وهكذا ابدا اخد كوبي للبرمع بتاعي او المسند بتاعي، وبعدين اتفقنا كل سلمتين واحط في السلمة التالتة، كل سلمتين واحط في السلمة التالتة، وبعدين ابدأ بقى ايه، اعمل ترم واكستند للاجزاء الزيادة والنقص عندك. تمام، وهكذا بالنسبة للجزء ده برضه تي ار، واقص الاجزاء الزيادة دي، وبعدين اقول له اي اكس للاجزاء اللي ناقصة دي. تمام كده هندسة. طيب هندسة، السلم بتاعي بيكون عبارة عن ايه؟ عن رينفورس كونكريت، خرسانة مسلحة. فاكر الهاتش اللي كنا عملناه للعمود؟ هنقول له اتش سبيس، وبعدين ليفت كليك هنا، ليفت كليك هنا، ليفت كليك هنا، وهكذا، واقول له كلوز ايديت هاتش. الهاتش بتاع الرينفورس كونكريت يا هندسة اللي هو الخرسانة المسلحة. تمام كده. طيب انا عايز ارسم بيت الدرج. لو انا هرسم هنا، ده الدور الاخير عندي، وهرسم بيت الدرج، فعايز اعمل بيت الدرج بتاعي هنا هندسة، فهقول له من هنا انا عايز لاين، تمام، يكون ارتفاعه 275. تمام، والجنب التاني من هنا 275، وبعدين اقفل ما بينهم بلاين كده. وبعدين هندسة الخط ده المفروض الجدار ده هيمتد على استقامته، حتى الهاتش بتاعه برضه هيمتد على الاستقامة بتاعته. تمام. تمام، عايز وهكذا نفس القصة بالنسبة للجدار ده هيمتد على استقامته. هندسة المفروض ان في هنا باب اللي هو بيدخل على السطح، فهقول له من هنا اوفست 50 من فوق من هنا كده. تمام، وبعدين عايز اعمل ترم الجزء ده كده، وهكذا الاجزاء اللي جوه دي. تمام، الباب عندي هنا هندسة يظهر ايه؟ برضو يظهر انه لاينز. هروح اقف على لاير الدور، يظهر ان هو اللاين اللي في النص. تمام كده، وان معمول له برضو اوفست 5 سم يمين و5 سم شمال. تمام كده هندسة. كده عملت الاسقاطات بتاع القطاع بتاعي او بتاع السكشن بتاعي اللي اخدته. اللاين هنا او الحيطة هنا هكملها بالهاتش بتاعها كامل. تمام، ولو عايز اعمل هنا انديكيشن لأكرة الباب او حاجة. تمام، انا كده خلصت السكشن بتاعي. اشوفكم على خير ان شاء الله المحاضرة الجاية.